الملوخية الخضرا وجمالها وهو ده وقتها في الصيف بتكون الورقة كده ما شاء الله عريضة وما بتتعبناش خالص في التقطيف ولا في الغسيل، ما بيبقاش بقى صغيرة ولا فيها طينة كتير. يبقى ده الوقت بتاعها اللي احنا لازم نعملها في البيت ومش نشتريها من بره، ويكون طعمها كده ما شاء الله زي السكر. وبناء على طلب بنات كتير كتبولي في التعليقات عايزين يعرفوا طريقة عمل الملوخية بتاعتي ازاي بتطلع كده لونها اخضر وازاي ما بتسقطش منهم ولا بتفصل، وكمان السمك بتاعها بيكون حلو جدا من غير بقى اي مواد اضافية عليها، من غير الكربوناتو او اي مواد تانية. هقولك ان شاء الله على كل تفاصيل الملوخية الخضراء ازاي تطلع معاكي بالشكل ده. بس اتمنى منك تدعميني بلايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيها، ونسمي الله ونبدأ الوصفة. اول حاجه عشان الملوخيه تطلع معاكي مظبوطه لازم تنقيها كده طازه وتكون الورقه بتاعتها مصحصحه ما تكونش دبلانه. وبعد كده تيجي هتقطفيها بالعنقود بتاعها دوت او العرق الابيض اللي فيها، علشان هو ده اللي هيديها تسكيره حلوه وهيديها كمان المطه او هيعمل لها عرق، وكمان مش هيخليها ليها ريم كتير. لكن انت لو قطفتيها بالورقه بس يبقى انت كده خسرتي كتير. طيب بعد ما تقطفيها هتغسليها كويس جدا تحت الميه، عشان تخلي بالك انها بيكون فيها طينه كده، حتى لو كانت الورقه عريضه فلازم تغسليها كويس. بعد كده هنشفها، وانا مش عايزاها تنشف قوي، يعني انا عايزاها تكون منديه وفي نفس الوقت ما فيهاش ميه طبعا كتير علشان ما تسقطش مننا. انا بنشفها ازاي؟ بجيب فوطه كده نظيفه بتاعه المطبخ وانا مخصصاها للملوخيه هنشفها بيها. لو حابه ان انت تفرديها على ورق جرنان وتغطيها وتحطيها في البلكونه ممكن جدا برضو الطريقه دي تنشفيها بيها، او ان انت تغطيها فوطه وتحطيها قدام المروحه. المهم انها لازم تكون ناشفه بس يكون فيها تنديه بسيطه. نيجي بقى لتخريط الملوخية، وانا الحقيقة من المدارس القديمة اللي لسه لحد دلوقتي بخرط الملوخية بالمخرطة، ومش بحس كمان بطعم الملوخية الخضراء الا اذا كانت معمولة بالمخرطة. لكن طبعا ينفع جدا انها تتعمل بالكبة، وكمان ممكن حتى تحطيها في الخلاط، في بنات كتير بيعملوها في الخلاط وفي الكبة وبتطلع معاهم مظبوطة جدا. هي كل الفكرة ان احنا مش عايزين ننعمها جامد، وخصوصا لو في الكبة، علشان لو نعمت جامد هتسقط مننا طبعا ومش هيكون احسن حاجة، هتفصل ومش هتبقى ملوخية. وفي نفس الوقت انتي لو خليتيها خشنة برضو نفس الحكاية زي كده، زي ما انت شايفة خشنة بالطريقة دي بتكون واضحة، بتقلب معاكي كده على سبانخ وبتفصل منك ومش بتبقى حلوة خالص. فالافضل حاجة اللي احنا ما نعملهاش خشنة جامد ولا ناعمة قوي، فاحنا نخليها كده في النص. واكتبي لي بقى في التعليقات انتي من اصحاب المدارس القديمة، يعني بتخرطي الملوخية ازاي، بالمخرطة ولا بتحطيها في الكبة؟ انا هنا خرطت الملوخية وخليتها كده ما بين الاتنين، ما بين ناعمة وما بين خشنة، زي ما انت شايفة كده كده بقت جاهزة معايا وما شاء الله لونها جميل جدا. هعمل ايه بقى؟ هجيب الطبق وهبتدي اللي انا احط الملوخية في الطبق بتاعي. زي ما انتم ملاحظين كمان ان انا هنا خرطت الملوخية على الصينية، ما خرطتهاش على الرخامة فما هدرتش منها كتير. وساعات كمان بحطها في الكيسة بتطلع معايا مظبوطة. هحط بقى هنا نص كوباية من الشوربة على الملوخية وهقلبها كويس علشان ما تكونش مكلكعة معايا. وده كمان هيسهل عليا لما اجي انزل الملوخيه في الشوربه، هتنزل معاكي كده منتهى السلاسه، مش هنحتاج ان احنا نقلبها كتير وتعمل رغوه. نيجي بقى لاهم حاجه واحلى حاجه في الملوخيه وهي الطشه. هجيب راس توم كبيره ومعلقه صغيره من الملح ومعلقتين كبار من الكزبره الناشفه ومعلقه صغيره من الشطه وكمان مكعب من المرق. هاخد كده في الكبه التوم واحط فيه قرن فلفل اخضر، تقدروا كمان لو حابينها سبايسي تضيفوا قرن فلفل احمر او قرن فلفل حامي، بس انا هنا اكتفيت بكده علشان انا ضايفه لها شطه فكفايه كده بالنسبه لي. هبتدي بقى اللي انا انعمها كده، ولو طبعا عندك هون تقدري اللي انت تعمليها فيها برضو بتطلع جميله جدا. بعد كده هجيب طاسة وابتدي ان انا احضر الطشة. حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة، واحط فيها الثوم المفروم مع الفلفل. بس خلي بالك انا مش هخلطها هنا بالكزبرة الناشفة، يعني انا هحمر الاول الثوم وفي الاخر خالص هضيف الكزبرة علشان ما تتحرقش. وهاخد هنا معلقة كبيرة من الثوم الني عشان احط نص المعلقة دي في الشوربة والنص التاني في الملوخية قبل ما ابتدي ان انا احط الطشة في الاخر. انا عندي هنا مرقه فراخ خليتها الاول. طبعا لو مش متوفر عندك اي نوع من المرقه تقدري اللي انتي تستبدليها بالميه وتحطي فيها مكعب من المرق. فالكيلو الملوخيه بياخد 3 كوبايات ونص تقريبا من الميه او الشوربه، هتحطي عليهم مكعب من المرق وهتعمليها بقى معامله الشوربه، يعني هتحطي فيها كل المنكهات بصلايه وجزرايه وطبعا ورق غار وكمان حبهان، هتطلع معاكي مظبوطه جدا.
بعد كده حطيت الملوخية وبصوا بقى نزلت بسهولة خالص علشان احنا دوبناها الأول بنص كوباية من الشوربة. ولما تيجي بقى تفكي كده الملوخية أسهل حاجة اللي انت تستخدمي المضرب اليدوي بيفك معاكي بسهولة جدا. والملوخية طبعا مش بتغلي، يعني مجرد غلوة واحدة بس، عشان انتي لو سبتيها غلت كتير هتسقط منك. بعد كده ضفت لها نص معلقة من الثوم المفروم الني اللي احنا قلنا عليه، بعد كده مكعب من المرق. ولو حابة تستغني عن مكعب المرق مفيش مشكلة، بس هو بيعزز الطعم جدا وبتبقى اضافة حلوة قوي. بعد كده حطيت كمان نص معلقة من الشطة، وكمان ربع معلقة من الملح لاني حسيت انها محتاجة ملح، بس خلي بالك هتدوقيها الاول عشان طبعا احنا مزودين مكعب من المرق ومزودين الملح كمان في الشوربة. وفي الاخر خالص حطيت نص معلقة من السكر، بجد نص معلقة من السكر دي بتخلي الملوخية زي السكر وبتفرق جدا بالطعم وبتخلي طعمها حلو قوي. بعد كده لو طلعت معاكي الرغاوي او الريم ديت هتشيليها كده بالمعلقة علشان ما تسودش الملوخية. وزي ما انتي ملاحظة انها كانت بسيطة جدا علشان احنا قطفنا الملوخية بالعرق بتاعها، فكانت ليها عرق وطلعت مسكرة وما عملتش طبعا الريم الكتير ده في الاخر. بعد كده هنبتدي ان احنا نحمر الطشة اللي هي التوم بالفلفل في السمنة كده. وزي ما قلتلك مش هنضيف الكزبرة الناشفة في المرحلة دي الا لما التوم يبتدي يطلع ريحته ويبدأ ان هو يصفر كده، فهنزل عليه بالكزبرة وهقلبه كده تقلبتين. وبعد كده هضيفهم على الملوخية اللي انا قفلت عليها، يعني مجرد انها اخدت غلوة شلتها من على النار وضفت لها بقى التقلية الجميلة دي. بعد كده فضلت ان انا اقدمها بالشكل دوت في الطاجن علشان تكون كده زي اللي احنا بناكلها بره. بصي بقى وهي نازله عامله ازاي، بجد ما شاء الله طعمها يجنن، وريحتها كمان قلبت كده البيت وهي نازله كده لونها اخضر، بجد جميله جدا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبك، جربي الملوخيه كده بطريقتي وان شاء الله هتطلع معاكي احلى من المطاعم، وهتطلع لها سمك جميل جدا وعرق وكمان لونها هيكون اخضر. ولو جيتي حتى سخنتيها تاني يوم هيبقى طعمها احلى واحلى. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله.